السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. انتو جليبه درت ليها هاد الرشمه هادي، غادي نشاركها معكم في هذا الفيديو ان شاء الله. المهم جليبه تكملات، درت ليها الطريس بالعقيق، وهاد البيضه هادي حتى هي درتها بالعقيق، راه شاركتها في القناه. والطريس حتى هو فيه العقيق. المهم شاركتها معاكم. بالنسبه للخدمه غادي نشارك معاكم هاد الرشمه هادي. مهم ممكن ديروا اي رشمه بغيتو، ممكن ديروا الرشيمه اللي بغيتو. يلا خليكم مع الفيديو، اللي بغات تشوف الفيديو كامل. غنبداو على بركة الله، نوريكم الرشمه كيفاش نخدمها ان شاء الله. يعني اول حاجه غادي نديرها هي غادي نثبت الكنفه على الثوب ديال الجلابه او على الدوفه. المهم الدوفه اللي عندنا هي اليسار، هي اللي كنديروا عليها الرشمه. المهم هنايا راه كني جمعت الجلابه، ممكن تخدموا واخا ما تجمعوش الجلابه، غير كتاخذوا العبار وصافي. الطريقه ديال كيفاش رشمت على الكنفه راه خليتها في عندي فيديو في القناه. طريقه سهله بصراحه وكتجي مزيانه. كما تشوفوا هنايا كنعلم هبطت غير ب4 سنتيم ودخلت ب5 ديال السنتيم صافي، وحطيت الرشمه. كما تشوفوا هنايا غادي ندورها كامله غنثبتها بالخيط. المهم جمعت كلشي في هذا الفيديو هذا. الطريقه راها سهله كيفاش تركبوا تثبتوا هاد الكنفه على الثوب. كما كتشوفوا هنايا ضروري كندير درت واحد الدفتر باش هكا الابره ما تلاقيش ليا مع مع الظهر، نكون كنخيط باش ما تجمعش ليا مع الظهر. صافي الرشمه كتجينا بحال هكا، كتجي في الصدر. هانتو بالنسبه للعقيق عندي هاد اللون هذا مش احمر. المهم وفيه واحد البريو كيعطيك فيه بحال لي جوج الوان. المهم هو فيه بحال اللي كيعطي الغوز، بحال اللي كيعطي القرونه، الغوز فيشيا. المهم فيه واحد الميناج ديال الالوان، وهاد النوعيه زوينه، هذه ما كتقشرش وزوينه ما شاء الله. خدمت بها وصدقت لي زوينه. المهم بالنسبه للخيط غادي نخدم بنفس الخيط بنفس اللون ديال العقيق. نتمنى يكون واضح لكم ان شاء الله. وعندي الخيط درتو على 3 وكندير ليه هاد العوينه هذه. غنبداو على بركه الله. كما تشوفوا دابا الرشمه عندي مرشومه، ما غاديش ما غاديش ندير الرشمه قدامي ونبدا نحسب ونبدا هذيك الطريقه اللي وريتكم في الفيديو الاخر زوينه بزاف. الا بغيتو ديروها راها سهله. المهم غير داك الحساب اللي كان عندي في ديك الرشمه حطيته هنايا صافي. دابا ان شاء الله غادي نبدا نخدم معكم باذن الله. لاحظوا معايا كنجي لهاد البلاصه هذه، نبدا من هنا من هذا الكارو هذا،
لاحظوا معايا كاين اللي كيحسب ليه الطرز هو راه كنخدمو بالعقيق. هانتو لاحظوا معايا ندخل العقيقه وغادي نبدا نخدم الحقيقه. ما غاديش تدخل لي هنا، خصني نشوف لان هاد الليبرات هادو ما كيدخلوش ليا هاد العقيق هذا بالضبط. وكاينين واحد الليبرات صغار بزاف بحال هادي، بحال هاد الليبره هادي صغيره بزاف ولكن كتماحن في الخدمه. حاولت ندير هادي، كاينه العقيقه اللي كتدخل، كاينه العقيقه اللي ما كتدخلش. هانتوما لاحظوا معايا بحال اللي غادي نطرز وانا كندير عقيقه. ممكن ديروها بالطرز، صافي كنثبت الخيط. الخيط ديروه على 3، ما تخافوش منه لان هاد العقيق مكركب وكيتخدم حبه بحبه، يعني ما تخافوش عليه منه يتقطع لكم ولا شي حاجه. هاد الطريقه هذه عجبتني، نرشم فوق الكانفا ونخدم. صراحه طريقه زوينه وغادي نعتمد عليها ان شاء الله. واخا كديش شويه ديال الوقت يعني في عود تخدم وتبقى تنقل، راه هي كدي شويه الوقت ولكن راه زوينه. جربوها يعني. صافي دابا الصعيب راه خدمته، يعني الرشمه حطيتها هنايا، دابا غادي نتبع عليها وصافي. نتمنى يبان لكم. هانتو شفتو دابا ما غاديش نحسب، فقط غادي نمشي نخدم على هاد الكروات اللي عندي هنايا. هانتو شوفوا هاد العقيقه ما كتبغيش تدخل، يعني كاين العقيق اللي كيدخل وكاين العقيقه اللي كتكون صغيره بزاف. غير ملي تكون كتخدموا زيروا يديكم، راه الكانفا كتحيد. زعما ما تخافوش تقولوا راه حيت لا زيرت يدي ما غاديش نحيد تقدر تحيد ليا الكانفا. لا راه كتحيد الكانفا، غير زيروا يديكم مزيان باش ما تجيكمش ديك الخدمه مرخيه. انتو لاحظوا معايا كنمشي بالصف. دابا ما غاديش نقطع على خاطر حتى شي حاجه، تنجي مباشره وتنخرج لهنايا. ممكن ديروها بالعقيق المهرس الا ما بغيتوش ديروا هاد العقيق هذا، ولكن تحاولوا ديروا داك العقيق اللي يكون مقاد. يعني الا خدمتوه بالعقيق المهرس حاولوا ديروا العقيق اللي مقاد، ديك الباكيه اللي كتكون العقيق ديالها مقاد. صافي دابا العدد اللي عندي هنا غادي نحطو هنا.
هانتوما لاحظوا معايا العدد اللي تيخرج ليا هنا كيخرج ليا هنا دائما. هنا لاحظوا معايا كنخرج في هذه، ماشي غادي نطلع فوق منها ونمشي هكا، لا، لان عندي هنايا واحد جوج تيكونوا هكا زايدين واحد شويه كما كتشوفوا الرشمه، خصني نتبع عليها. يعني جربوا هاد الطريقه ترشموا واحد. عندي لاحظوا معايا كنمشي نفس الطريقه، غير هي نحافظ على الخدمه، يعني كنمشي بحال هكا، يعني نمشي بحال هكا، ما نمشي نفس الضربه. لاحظوا معايا كيفاش تنخدم، تنجي لهنا بحال هكا وتنهود لتحت، يعني متعكليش الخدمه، مره ديريها الفوق مره ديريها لتحت، لان ما غاديش يجيوك الصوره مقادين بحال هكا، خصهم يمشيو متصفين. وجربوا هاد الطريقه هذه ترشموا فوق الكانفا، زوينه بزاف عجبتني، داكشي علاش شاركتها معكم. فايته خدمت هاد الرشمه هذه في الكحل، جلابه في الكحل، وخدمتها في الغوص في الفيشيه، ولكن ما رشمتهاش، محنتني بصراحه. خصك تبقاي تنقلي وتحسبي هكا، عجبتني بزاف، وداكشي علاش انا شاركتها معكم. يلا اللي بقى ما مشتركاش معنا مرحبا بها، اشترك معنا في القناه وفعل الجرس واش يوصلك الجديد. وإلا عجبك الفيديو ما تنساش دير ليا لايك الفيديو وبارطاج القناه باش تعم الفائده. وشكرا لكم بزاف لهنا خطيكم. كما كتشوفوا كنمشي نفس الطريقه، في موقف ليا الفيديو غادي نحبس، لان الفيديو ما كيبغيش يتشارجا ليا، يتشارجا ليا. غادي نقدر نقسمها على جوج. انتو لاحظوا معايا ملي كنخدم سطر بسطر، جيت لهنا خدمت لهنا. دابا غادي نمشي بحال هاد السطر هذا، عاوتاني نطلع نخدم هنا، وعاد عاوتاني غنبدا نخدم بحال هكا، يعني غير رشمه تنقل عليها وصافي. بحال اللي كطرز وراها سهله. كتحافظ غير على الضربات ديالك، يعني انا دابا كما كتشوفوا كنضرب هنا الفوق، عاوتاني كنهود لتحت باش كنمشي بسطر بسطر، يعني سطر كيمشي ليا هكا وسطر عاوتاني كنرجع فيه بحال هكا.